الخضار دلوقتي رخيص. الثلاث ربط ب5 جنيه، انا جايبه 3 ربط ب5 جنيه. شبت وكزبره، ادي الشبت اهو، وادي الكزبره والبقدونس. غسلته كويس، لازم تغسليه كويس وتنقعيه في الميه. بعد ما تغسليه تروحي منشفاه، عشان مرات اخويا بتقول لي انا بخزنه بيسمر لانها بتغسله وتقطعه على طول وتحطه فبيبقى فيه ميه. لا لازم تنشفيه، انا بنشفه كويس قوي اهو. والحقوا بقى خزنه، لان خلاص يعني احنا عندنا السوق يوم الخميس، يوم الخميس بنزل اشتري طلباتي كلها. الثلاث ربط ب5 جنيه، كمان انا ممكن لو قلت لها الاربعه تدهم لي ب5 جنيه، بس انا ما بحبش افاصل ايه مع الناس دي، الناس دي بتبقى غاليه. لازم تغسليه وتنقيه من العفش، تنقيه كويس من العفش. وغسلته ونشفته وبعد كده قطعيه وفي كيس وعلى الفريزر. يعني الثلاث ربط دول ب5 جنيه. انا على فكره ما بحبش ايه يعني، انا دلوقتي كل سوق اجيب ب5 جنيه، ما بحبش اجيب كتير واقعد اخزن واربط نفسي ومش لا 3 ربط على طول كده. كل سوق انا مخزنه في الديب فريزر كده، كل سوق اجيب 3 ربط واخزنهم. الحقوا بقى خزنوه، لان كمان اسبوعين هتجيبوا العود ب5 جنيه. اظن انتوا فاكرين كنا عشان نعمل شويه محشي نجيب لهم خضار ب50 جنيه. شوفوا بقى، قطعوا حتت صغيره خالص على قد ما تقدروا. شايفين بقى الخضار ناشف ازاي؟ لازم الخضار ما يبقاش فيه نقطه ميه عشان ما يسمرش معاك. شايفين ناشف ازاي؟ وعديه بقى في اكياس وعديه في فريزر على طول. يلا بقى الحقوا خزنوا زي ما قلت لكم. دلوقتي رخيص خالص، لان انتوا هتستنوا شويه هيغلى. هنشتري العود الواحد ب5 جنيه. شايفين انا جايبه قد ايه ب5 جنيه؟ طلعي بقى منه الهواء اهو، وعديه الفريزر على طول. مفيش اسهل من كده، لازم نطلع منه الهواء، مفيش اسهل من كده.